سلام خياتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم حبيت نشارك معاكم أكلة تقليدية قبائلية تيكور بابين على الطريقة ديالي. ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تجربوها. اذا باش نحضر هذا الوصفة واش عندي بصلة كبيرة مقطعة رقيق، عندي حبة طماطيش، عندي 3 حبات زرودية، وعندي قطعة لحم صغيرة. الوصفة الأصلية تاع تيكور بابين تجي بالقديد، أنا هنا ما درتش القديد، درت قطعة لحم صغيرة. تقدروا يعني ديروا دجاج ثاني كما تقدروا تستغناو عن اللحوم. وعندي الثوم، وراح نحتاج ثاني التوابل، عندي فلفل عكري، فلفل كحل، عندي راس الحانوت، عندي الكمون، وعندي قزبر. وراح نحتاج ملعقة طماطم مصبرة، راح نخليهم يتقلاو مع بعض مليح. هنا كي شفت يعني خلاص تقلاو مليح، راح نمرق بالماء يكون سخون. هنا راح نحتاج يعني كمية مليحة تاع الماء، لأن كيما على بالكم تيكر بابين عبارة عن عجينة، هذيك العجينة راح تشرب المرقة. وهنا باش نحضروا كريات تيكور بابين ديالنا، هنا ديت 3 كيسان سميد متوسط، وعندي ربطة حشيش معدنوس وربطة تاع النعناع، قطعتهم كامل صغار كما راكم تشوفوا. هنا عندي ثاني الملح، وضفت ثاني فلفل كحل، فلفل عكري، راس الحانوت، وثاني فلفل عكري، يعني التوابل اللي درتهم في المرقة. هنا ضفت ربع كاس زيت، يعني كل 3 كيلات تاع الزيت تاع سميد راح تقبلها ربع كيلة تاع زيت الزيتون. هنا راح نبسس كامل هذاك سميد كما راكم تشوفوا على جهة، ونخلط سميد ديالي مع حشيش قزبر والنعناع، وراح نضيف بصلة مقطعة رقيق ثاني. وهنا من جهة كنت نحيت شوية مرقة خليتها حتى بردت، ونبدأ يعني نعجن تيكور بابين ديالي بهذه الطريقة، يعني نشمخ السميد ديالي حتى نقدر نشكل تيكور بابين. وهنا راح نبدأ نشكل تيكور بابين ديالي ونديرهم في الكسكاس ونخليهم يعني يتفوروا. يعني أول شيء راح نفورهم باش نرجعهم للمرقة، هكذا ما راحش يتعجنوا معانا تيكور بابين. كاين اللي يديرهم مباشرة في المرقة، لكن بهذه الطريقة يعني يقعدوا كيما يعني درتيهم تلقيهم، ما راحش يفتحوا لك في المرقة ولا. وهنا بعد ما شفت زرودية طابت واللحم طاب، ضفت لوبيا خضراء، يعني كنت غليتها شوية في الماء، وضفت ثاني 2 حبات قرعة مقطعين هكذا بالطول. وراح نضيف فلفل حار، اللي يحب الحار يضيف، اللي ما يحبش ما يضيفش. وهنا بعد ما تفوروا كامل تيكور بابين ديالي وشفت هذيك الخضرة خلاص طابت، هنا راح نرجع هذا التيكور بابين للمرقة ونخليهم يتشربوا شوية. هنا راح نخليها تغلي حوالي 5 دقائق ونطفي عليها. هنا كاين اللي يحب يعني يخلي المرقة في التيكور بابين ديالو، يعني يحب ياكلهم بالمرقة، كاين اللي يحبهم يعني خاطرين. انا صراحة نحب المرقة فيهم، على هذا خليت درت بزاف تاع المرقة، لان هاد التيكور بابين كل ما تخليهم راح يشربوا هذيك المرقة وتولي عاقدة. هذه هي اذا الاكلة ديالنا التقليدية كما راكم تشوفوا. تيكور بابين جات هايله بنينه بزاف، وصفه اقتصاديه وبنينه في نفس الوقت. اذا نتمنى تجربوا هذه الوصفه ونتمنى تعجبكم. ما تنسوش برك دعم القناه ديالي باللايك والاشتراك فضلا وليس امرا. والى الملتقى، نتلاقاو ان شاء الله في وصفات جديده ان شاء الله.